لا لها بمرومي تشبحتا لا لها بمرومي تشبحتا لا لها بمرومي على رعشلامة وصورة ولوني ناشا والعدان العلمي حي المارن ولا اللمحي لو ثبحنا نار دن شميش الرازي قديشه دثي والحداث والفرقان دخيانا حلاشا برحمة ودورات حبي ومارة خول العلمي أودي لا خبعي تربثة هللويا مارا ولا ريحا يد والسيموت تحبا ونهرا وشافا بذات الاشرار نشتويد نقبل قلينا براك حبي ود من شمية ثمان نودي الاخوة شبحا خدلاشل وبعيتك مخللتا مليت كل اغرانين وخلطوين دتو مرور يدخل للعلمي
Lord, you are truly the giver of life to our bodies, the good Savior of our souls, and the faithful guardian of our lives. It is our duty to thank, adore, and glorify you now and forever. نشبح كل عمال لها حيا نتضرع إليك أيها القدوس المجيد والقوي الذي لا يموت، يا من يسر بالسكنى في القديسين. التفت يا رب وارحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. أنر يا ربنا وإلهنا عقولنا لسماع وصاياك المحية الإلهية، وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء وخلاص النفس والجسد، فنرتل لك المجد الدائم كل حين يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. اجلسوا وأنصتوا إلى قراءة من سفر ملاخي بارخ مار. قال الرب القدير: الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين مهابتي؟ أيها الكهنة الذين تحتقرون اسمي وتقولون: كيف احتقرنا اسمك؟ احتقرتموه بأنكم تقربون على مذبح خبزا نجسا وتقولون: كيف نجسناه؟ نجستموه بقولكم: مائدة الرب محتقرة. إذ قربتم الأعمى أو الأعرج أو السقيم ذبيحة لي، أفلا يكون ذلك شرا إن قربتموه لحكامكم؟ أفيرضى عنكم أو يرفع شأنكم؟ هكذا قال الرب القدير. فالآن استعطفوا أيها الكهنة وجه الله ليحن علينا من أيديكم وبسببكم ما جرى لنا. فكيف يرفع الرب القدير شأنكم؟ يقول: ليت فيكم من يغلق أبواب هيكلي، حتى لا توقدوا نار على مذبح عبثا. لا مسرة لي بكم ولا أرضى تقدمة من أيديكم. فمن مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم في الأمم، وفي كل مكان تحرق لاسم البخور وتقرب تقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم في الأمم. أنا الرب القدير. هذا كلام الرب.
قراءة من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثيا. بارخ ما أكلمكم كما أكلم عقلاء، فاحكموا أنتم فيما أقول. كأس الشكر التي نباركها أما هي مشاركة في دم المسيح؟ أليس الخبز الذي نكسره مشاركة في جسد المسيح؟ فنحن على كثرتنا جسد واحد، لأن هناك خبزا واحدا، ونحن كلنا نشارك في هذا الخبز الواحد. فأنا من الرب تسلمت ما سلمته إليكم، وهو أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكره وكسره وقال: هذا هو جسدي إنه لأجلكم، اعملوا هذا لذكري. وكذلك أخذ الكأس بعد العشاء وقال: هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي، كل ما شربتم فاعملوا هذا لذكري. فأنتم كل ما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. فمن أكل خبز الرب أو شرب كأسه وما كان أهلا لهما خطئ إلى جسد الرب ودمه. فليمتحن كل واحد نفسه، ثم يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس. لأن من أكل وشرب وهو لا يراعي جسد الرب أكل وشرب الحكمة على نفسه، ولذلك كثر فيكم المرضى والضعفاء ومات بعضهم. والنعمة والسلام مع جميعكم يا أخوة، آمين. قفوا حسنا واستمعوا إلى الإنجيل المقدس. شلام خون ونقالي قد شاد مارا يشو عمشيحا كارزوثا يوحنان سوحالا مسيحان أمين إسلام يسوع الحق أقول لكم إن كنتم لا تأكلون جسد ابن الإنسان ولا تشربون دمه فلن تكون فيكم الحياة. ولكن من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. جسدي هو القوت الحقيقي ودمي هو الشرب الحقيقي. من أكل جسدي وشرب دمي يثبت هو فيا وأثبت أنا فيه. وكما أنا أحيا بالآب الحي الذي أرسلني فكذلك يحيا بي من يأكل.
شديد. هذا هو الخبز النازل من السماء، لا المن الذي أكله آباؤكم ثم ماتوا. من أكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد. فقال كثير من تلاميذه لما سمعوه: هذا كلام صعب، من يطيق سماعه؟ وعرف يسوع أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم: أيسوءكم كلامي هذا؟ فكيف لو رأيتم ابن الإنسان يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يحيي، وأما الجسد فلا نفع منه. والكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون. قال يسوع هذا لأنه كان يعرف منذ البدء من الذين لا يؤمنون به ومن الذي سيسلمه. وشوحا لا لهب دائم موثى. تفضلوا استريحوا. حضرة المونسنيور تشارلز سونا القائم بأعمال السفارة البابوية المحترم. Carissimo Monsignore, siamo molto contenti di essere con noi, di partecipare in questa Santa Messa. Stamattina è stata la santificazione di due giovani, كارلو جورجو. اليوم كان تقديس 2 شباب في روما، 2 من الشباب كارلو وجورجو. واليوم المونسنيور حاب يشاركنا في هذا القداس لأنه والد إحدى المتناولات هم اللي يخدمون بالسفارة البابوية. أهلا وسهلا بك. مولتو بياتشيري. حضرة الأب الفاضل أبونا لوفين حنا راعي هذه الخورنة المباركة، الأخوات الراهبات الموقرات، المتناولين الأعزاء، مساء الخير. مثل ما تعرفون أنا متعود دائما من يكون أكو تناول أول أسأل شوية المتناولين بعض الأسئلة حتى يشوف ايش قد كانوا منتبهين على اساتذتهم. الاساتذه مالتكم شماس مانويل هو طالب السمينير، ان شاء الله قريبا يصير كاهن. وست ساندي صار لها سنين كثيره في التدريس والتعليم المسيحي. واكيد ابونا لوفين اللي يعلمكم شويه تخصيات هو كان مشرف ايضا على التناول. بس قبل ما اسالكم بعض الاسئله، لما نسأل سؤال اللي يعرف يرفع ايده، وبعدين قبل ما يجاوبني يقول اسمه وبعدين يجاوبني على السؤال. اتفقنا؟ Faccio alcune domande per i bambini. السؤال الأول: ايش قد كانوا عدد تلاميذ يسوع المسيح؟ نبدي بهاي الجهة. تفضل. أول شيء اسمك؟ سرمد. سرمد ايش قد كانوا تلاميذ يسوع المسيح؟ 12. ممتاز، جواب صحيح. 12. ممكن تعدد لي 6 من عندهم؟ سمعان ملقب ببطرس، أخوه أندراوس، يعقوب بن زبدي، يوحنا بن زبدي، فيلبس وبرتماس. جيد، 6 وصحيحة. حتى قلت لي أنت الأخوة بيناتهم. زين، واحد من ذول التلاميذ 12 سلم يسوع المسيح، من هو؟ يهوذا الاسخريوطي. يهوذا الاسخريوطي، صحيح، جوابك كله صحيح. زين، من ذول 12 أيضا 2 من عندهم كتبوا الإنجيل، من هم؟ 2 من ذول 12 كتبوا الإنجيل.
عندنا 4 اللي كتبوا الإنجيل، 2 من التلاميذ و2 آخرين ما كانوا من التلاميذ. منو كان؟ برافو، متى، يوحنا. صفقوا له. كل شاطر سلمى، تفضل. جواب كافي ووافي. زين، ايش قد هي وصايا الله؟ نجي على هالجهة هسه. شو اسمك؟ اليانا. ايش قد هي وصايا الله؟ 10. 10 صحيح. ممكن تعددي لي 5 منهم؟ لا تحلف باسم الله بالباطل، احفظ يوم الرب، اكرم اباك وامك، لا تقتل، لا تزني. برافو عليه، شطار. زين، احفظ يوم الرب، شنو المقصود به؟ شو نسوي؟ شلون نحفظ يوم الرب؟ يوم الأحد عافية عليك، يعني تجين للكنيسة تصلين مو تمام، ولما يكون اكو مناسبة دينية صح؟ زين، وعدة من الوصايا أيضا تقولين اكرم أباك وأمك. شلون هاي؟ شلون أنت تكرمين أبوك وأمك؟ شلون؟ لما تسمعين لهم، مو صح؟ لما نمزع عليهم، لما نسوين واجباتك، صح ولا لا؟ لما تحترميهم، صح؟ وما تصيحين عليهم. انت تطبقين هاي الاشياء كلها؟ نعم. ايه، بس لازم نسال ماما وبابا حتى نعرف. شكرا جزيلا. تفضلي، صفقوا لها اليانا. ايش قد عدد اسرار الكنيسه الكاثوليكيه؟ اخر وحده، شو اسمك؟ اسمي مريم. مريم. ايش قد هي اسرار الكنيسه؟ 7. عددي لي 4 منهم. العماد، الميرون، الاعتراف، السلفاستية. صحيح. زين، بعض من ذول الاسرار ال7 ممكن يعني ناخذهم عده مرات، مو صحيح؟ مثل القربان، سر الفخارستية، سر التوبة، وسر الزواج، وسر مسحة. لا على كيفك. سر الزواج مرة واحدة تتزوجين. لا ديري بالك. صحيح، هي جاوبت. سر الفخارستية كل ما نجي للقداس ناخذ القربان، وكل ما نتمرض نصيح الكهن، هذا هم صحيح مو تمام. وسر التوبة الاعتراف، كل ما نخطأ نعترف. بس الزواج مرة واحدة احنا عندنا، لا تسوين فتوى جديدة. زين، الاسرار اللي هي مره واحده، انا هسه قلت لك جواب واحد من عندهم، الزواج مره واحده. بعد بعض الاسرار بس مره واحده ناخذها بحياتنا. العماد، الميرون، سر الكهنوت. برافو عليك. العماد مره واحده، الميرون مره واحده، الكهنوت مره واحده. جواب كل صحيح. زين، راح شويه دا اشوفك انت شاطره وبارعه بهذا الشيء. الماسير تقدر تعرف بالاعتراف؟ يعني تقدرين تروحين يما سير تعترفين لو بس الكاهن؟ شو تقولين؟ ما يصير. صحيح هو ما يصير، بس ليش؟ انه لان الكاهن هو ما خسر الكهنوت، بس الماسير ما تقدر تاخذ سر الكهنوت. صحيح، يعني هي صحيح دا تجاوب صحيح، بس انا شفتها متعمقه ردت اروح اكثر. صف قولها. يسوع قال للتلاميذ: كل ما حللتموه في هذه الارض يكون محلولا في السماء، وكل ما ربطتموه يكون مربوطا. صحيح، كلام كله صحيح. كم واحد كتبوا الانجيل؟ اسمي قرقيس. اسمه قرقيس على راسي. كم واحد كتبوا الانجيل؟ لوقا 4 هم. عافيه. لوقا، يوحنا، ومتى، ومرقس. برافو عليك، انت جريء. يلا صفوا قوله. ابونا انا اكتفي بهذا القدر من الاسئله، وما شاء الله شكرا لكم الاساتذه كل زينين منتبهين على اساتذتكم وعلى ايضا المعلومات اللي اخذتوها. كلمه اريد انطي للاهل او اوجهها الى اهالي المتناولين. كثير نفرح لما اولادنا يكونون شاطرين، بس اللي اتمناه من عندكم انه يستمرون بالتعليم.
التعليم ما ينتهي بالتناول الأول. كثير عند الناس بس مجرد يأخذ التناول يقول هذا وختم كل الإنجيل وختم كل الوصايا. لا، بالعكس، اليوم هي البداية. التعليم ما ينتهي إلى أن نموت، كلنا نتعلم. حتى أنا مرات من أسوي أسئلة للأطفال أتعلم من عندهم وأتعلم أيضا من أجوبتهم. مرة كنت في ميشيغان، كنت أريد أتعلم الإنجليزي، فكنت أسوي قداس للأطفال، لأن الأطفال أبد ما يجاملون، يقولون إذا أكو أخطاء يقولون، أو شلون اللغة يقولوها دائما. فكنت محضر فد سؤال، حضرت أنا قبل ما أروح حتى لا يحرجوني، لأن دا أتعلم من عندهم أريد. حضرت من هو يوحنا المعمدان، Who is John the Baptist. كان عندي جواب أيضا هم محضره، وسألت الطلاب، فواحد من عندهم قال He is the prophet. جاوبني جواب ما أنا متوقعه، قال هو نبي. قلت له صحيح. What else؟ منو بعد؟ قامت وحدة قالت لي relative of Jesus Christ، أقارب يسوع المسيح. هم صحيح، هم الإصابات أقارب مريم العذراء. واحد الآخ قال the one who prepared the way for Jesus Christ، اللي حضر الطريق إلى كل الأجوبة اللي جاوبوني إياها كانت كلها صحيحة. واحد قال relative من أقارب أيضا يسوع. ما حد انطاني جواب مالتي اللي أنا محضره، اللي هو اللي عمد يسوع المسيح، بس انطوني 4-5 أجوبة كلها صحيحة. فتعلمت أنه دائما من عندهم، أنه مرات يكون عندهم معلومات يفاجئون بها. ولهذا نصيحة للأهل، لما يجون الطلاب أو أبنائكم للبيت تعلموا أنتم من عندهم، اسألوهم شنو اللي تعلمتوه اليوم بالتعليم المسيحي. أنا يعني متأكد من هذا الشيء. بعض الأسئلة اللي وجهتها للأطفال إذا وجهها للأهالي ما راح يقدرون يجاوبون عليها. ولهذا هي فرصة لكم، أول شيء تشجعون أولادكم وتشوفون معلوماتهم، ثاني شيء أنتم تستفادون من عندهم، تستفادون من هاي المعلومات. الشيء الثاني أنه حاولوا تجيبوهم للكنيسة، خلي تعبون شوية. أنا دائما أقول هذا المثل، تعبوا هسه وهم صغار حتى ترتاحون من يكبرون، لأنه إذا خليتوا لهم أساس إيماني قوي لا تخافون عليهم من يكبرون. وأنا أشبه دائما، عندي هذا المثل دائما أذكره، واحد من يريد يبني بيت أو عمارة، إذا الأساس قوي متين حديد كونكريت ما يخاف، يصعد طابق طابقين 3 لين تتحمل، أساس قوي. بس إذا الأساس هش ضعيف أول طابق يخاف، يقول الطابق الثاني لا يوقع، الثالث ما عنده جرأة يكمل لأن هش الأساس. نفس الشيء أنتم حاولوا تنطوهم أساس إيماني قوي، حاولوا تجيبوهم للكنيسة، لا فقط أيام الأحد ولكن أيضا في المناسبات. وإلكم الطلاب المتناولين يوم الأحد القادم راح أشوف كم واحد، أنتم 10، أشوف كم واحد من عندكم حضر، وأنتم تكونون سبب أيضا تجيبون أهاليكم للكنيسة. أنتم تقولوا لهم نريد نروح للكنيسة، لا يصيرون مجبورين يجون وياكم. فهذا أنتم تطلبوه من أهاليكم، وتكملون أيضا التعليم المسيحي. التعليم المسيحي يبدي بالتناول وبعدين يستمر، بعدين يصيرون خدام للمذبح، وراها قسم منكم يصيرون بالجوقة، قسم منكم يصيرون شمامسة، وقسم منكم أيضا يصيرون كهنة وراهبات. شوفوا عندنا راهبات ما شاء الله من 3 رهبنات، 3 أشكال. اليوم دا أشوف عدد البنات أكثر من الولد. منو من عندكم تريد تصير راهبة بالمستقبل؟ ما سير ولا وحدة؟ لا، كل هاي الماسيرات الحلوات اللي قاعدين هنا ما حد أثر بيهم. زين الولد من يصير، من يريد يصير كاهن؟ عندنا أبونا لوفين، شماس مانويل. لا، أنا ماكو دعوات. ما مشكلة، ما مشكلة، حتى لو تتزوجون وتسوون عائلة
أيضا تقدرون تخدمون الكنيسة. الخدمة ما هي فقط أنه نصير كهنة وراهبات، نقدر نخدم الكنيسة وحتى إحنا متزوجين، ونعلم أولادنا أيضا أنه يجون للكنيسة. هذا اللي أتمناه من عندكم وأيضا من أهاليكم. شكرا جزيلا. نرفع صلاتنا إلى الله قائلين: استجب يا رب. يا رب، من أجل الأمن والسلام في بلدنا وفي العالم، أنت قلت يا رب: سلام يعطيكم، سلام الذي تعجز العقول عن إدراكه، كي نعيش بمحبة ووئام، نعطي السلامة في العالم كله. نطلب منك يا رب. نصلي يا رب من أجل البابا ليون والبطريرك مار لويس والإسقف مار باسيليوس وجميع الأساقفة والكهنة، كيما تعطيهم القوة ليرعوا شعبك بكل أمانة ومحبة. نطلب منك يا رب من أجل هؤلاء الأطفال الذين سيتناولون جسدك ودمك، باركهم واسندهم في حياتهم، ادبروا في القامة والحكمة، كونونا شهودا لك في هذا العالم. نطلب منك يا رب من أجل كنيستنا الكلدانية في العراق والعالم، أعطنا يا رب كهنة ورهبان وراهبات يخدمون شعبك المؤمن. احفظ كنيستك يا رب وأرسل روحك القدوس ليقودها وتبقى صامدة وسط هذا العالم الزائل. نطلب منك أيها الرب الإله القدير، نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك، وتغفر برحمتك وحنانك خطايا رعيتك التي اخترتها بنعمتك يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. هذا القربان بوجه مشفق. شو حلاوة لو راوى الروح قدشا على المذبح قدشا نيوي دخرانا لو ثلتا مريم ميدالها. كل عمام وامين دخرا مرتوما على المذبح قدشا
عمكن انصاح وسذيد ذكلال راح نسوي تجديد مواعيد المعمودية. لماذا جئتم اليوم وماذا تطلبون؟ لقد جئنا اليوم واقفين أمام الكنيسة وأمام الأسقف مار باسيليوس نطلب تجديد امتناعنا لكنيسة المسيح الحية المقدسة. أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ أتؤمنون بربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي ولد من مريم العذراء وتألم ومات وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بالروح القدس وبالكنيسة المقدسة الجامعة وشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الأموات والحياة الأبدية؟ نعم نؤمن. بماذا تعاهدون الكنيسة الآن؟ ليبارككم الرب القدير وليساعدكم على تحقيق مواعيدكم هذه ويجعلكم أنوارا تضيء في هذا العالم وتنشر فضائل المسيح ومحبته الآن وإلى الأوان. آمين. هسه كلنا مع بعض نعلن ونجدد قانون إيماننا. نؤمن بإله واحد اذكروا في صلواتكم آبائنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا وجميع الرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين في العالم أجمع، ليمنحنا الله الذي كللهم بمجد القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي. بارخ مار. نحمدك يا رب على نعمك الغزيرة إذا هلتنا بفيض مراحمك نحن الضعفاء الخطأ
للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه، فإننا نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق، ونودي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. شلامة عمخون. هاي هاو شلامة حافظ حافظ حبين امشي حافظ. طيبو ثدمارني شو عمشيحا وحبي دلا وشو تابو ثدروحت قدشتي وعم كلن هاشا وخلزوان والعالم علمين. العيل نهون مدعايكون قربانا لا لها ماري كل مثقارا يستحق اسم ثالوثك المجد من جميع الأفواه والشكر من كل الألسن والسجود والتعظيم من كافة الخلائق أيها الآب والابن والروح القدس، يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه ومفيضا نعمة عظيمة على المائتين مع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك وربوات الملائكة ومواكب الروحانيين خدام النور والروح والكاروبيم والصرافيم القديسين الذين يسبحون اسمك ننشد قائلين ومع هذه القوات السماوية نحمدك يا رب ونبارك كلمتك المتجسد، فهو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك، وهو لم يعد مساواته لك غنيمة بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا لخلاصنا، وسلمنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك.
في الليلة التي أسلم فيها للموت أخذ خبزا بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أنت يا الله أباه ضابط الكل، وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا خذوا فكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. كذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرة وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري كما أوصيتنا يا رب. ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بسر الخلاص هذا الذي به أغدقت علينا نعما عظيمة لا توفى، فتجسدت لتحيينا بألوهيتك وعضدت ضعفنا وغفرت خطايانا وأنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. صلوا في قلوبكم، السلام معنا. Lord God Almighty, accept this sacrifice which we offer you for all your blessings bestowed on Our Lady, the Blessed Mary, ever Virgin, all the just and pious fathers who have pleased you, all the prophets and apostles, martyrs and confessors. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل آبائنا القديسين مار لاون بابا روما ومار لويس البطريرك، وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات. Lord God Almighty, accept this sacrifice for all who are in sorrow and distress, the needy, the weary, the sick and the afflicted, all the deceased who departed from our midst. اقبله يا رب لأجل هذا البلد العراق وسكانه وهذه المدينة بغداد وأهلها، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، وابعد عنهم الخوف والعنف، وامنحهم الأمن والسلام كل الأيام. والمسيح سلام السماويين وأمان البشر واطلب الأمن والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة، أنهي القلوب وأنهي الشعوب الداعية إلى الاشتقاق والعنف، فنعيش حياة هادئة واحدة بالنقاوة. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا بالتواتر الرسول عن آبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. وليأتي يا رب روحك القدوس ويحل على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه، غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا ورجاء عظيما للقيامة من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء، مع جميع الذين أرضوك وبأفواه منطلقة ووجوه مشرقة. نحمدك على تدبيرك العظيم ونمجدك دوما في بيعتك المفتداة بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد.
طيبنا يا ربنا وإلهنا بعطر محبتك الزكي، واغسلنا به من أدران الخطيئة. أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثا عنا فوجدنا وهو يسر برجوعنا، اغفر لنا خطايانا وذنوبنا التي نعرفها والتي لا نعرفها بنعمتك ورحمتك. آمين. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية ونحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة ونكسر بحنانه جسد سيدنا يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. لقد أفرزت نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. لنقترب كلنا بتقوى وإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان الحق، فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وبتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، ولندم تائبين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين أخوتنا على زلاتهم، ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداوة، نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس، ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا، لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي وهبتها لنا برحمتك ندعوك كلنا قائلين: مشيئتك
اجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة نطلب إليك مبتهلين. لا يا رب، لا يا رب، لا تدعنا نسقط في التجربة، لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض. هاشا ووخ الزوان والعالم علمين. شلاما عم خون خدشا القديشة يا يبش الموثى شبح لا إله حيا تشبح ذلك عينك وعليك رحمة وحناني كلها بزود وعيداني. قدس أجسادنا بجسدك المقدس واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، ونقي ضمائرنا بحنانك أيها المسيح، وجعلنا إليك. أفعال قبل التناول. فعل الإيمان. يا يسوع سيد العظيم، أنا أؤمن إيمانا ثابتا بأنك موجود في الحقيقة في سر القربان المقدس، وبأنني مزمع أن أتناول جسدك ودمك ولاهوتك في هذا سر السن. فعل المحبة. أيها المخلص الإلهي، يا من شدة في حبك غير المدرك، بأن تعطيني ذاتك تكون قوتا لنفسي، يمكن أن لا أحبك. نعم يا إلهي، أنا أحبك من صميم قلبي، فانعم علي بأن أحيا وأموت في حبك. فعل التواضع. ربي وإلهي، أنت هو ذات القداسة، فلست مستحقا أن تأتي إلي، بل قل كلمة فقط فتشفى نفسي. موثا طيب وثد محيانا مارني شو امشي حات تشتملي برحمي عم كلها. Yeah.
والحياة، أنا هو الرفيع، أنا نور العالم أفيض الهبات. التجوا إلي تجد الثبات، تعالوا إلي أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الرفيع، أنا نور العالم أفيض الهبات. التجوا إلي تجد الثبات. ارحمني يا الله برحمتك، امحو مآثمي برأفتك. ارحمني يا الله برحمتك، امحو مآثمي برأفتك. نظرت إليك فأحببتك، هلما اتبعني أنا اخترتك. أنا خبز الحياة، أنا معطي الخيرات، من يأتي إلي لن يرى الممات. نظرت إليك فأحببتك، هلما اتبعني أنا اخترتك. أنا خبز الحياة، أنا معطي الخيرات، من يأتي إلي لن يرى الممات. أجسادنا هياكل روحك القدوس، وحدك إلهي تحيي النفوس. أجسادنا هياكل روحك القدوس، وحدك إلهي تحيي النفوس. جسدك مكلون حقا، ربي دمك مشرب حقا. طوبى لمن يرتوي منهما، ربي جسدك مكلون حقا، ربي دمك مشرب حقا. طوبى لمن يرتوي منهما. قال الرب أنا الكرمة، أنتم أغصان الكرمة، كالأغصان اثبتوا فيا، تأتوا بثمار جمة. ربي جسدك مكلون حق، ربي دمك مشرب حقا. طوبى لمن يرتوي منهما.
يأكل من خبز الله من يشرب من خمر الله يرث الحياة الأبدية يعطى السعادة في دنيا ربي جسدك مركل حار ربي دمك مشرب حق طوبى لمن يرتوي منهما وأقرن سجود الذليل مع سجود الذي يعبدك الملائكة والقديسون في السماء. فعل الشكر: أشكرك يا ربي لأنك نظرت إلى ذلي، كنت مريضا فشفيتني،
كنت فقيرا فأغنيتني، كيف أجازيك يا إلهي على كل الإحسانات التي أحسنت بها إلي؟ ليس لي إلا أن أدعو باسمك القدوس وأسبح برحمك إلى الأبد. كلنا خيل أيل دويات موهوس الطيب سجروح القدشة قريونان وشتويلان وشلو تبنان مسود رازه هاني نشويح وقديشو محياله ولهاين نودي كلان أخذ ونشبح لا لها يا هون. صلي سلاما عمان. أبونا ضمنت واحدة من الشمامسة اللي قالت كلنا خير. يليق يا رب بدل الأيام ويحق في كل الأوقات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود لأنك أهلتنا بنعمتك نحن المائتين أن نقدس اسمك مع الروحانيين ونلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه وعربون الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا. آمين. ويلم شملنا. آمين. ويقدس شعبنا. آمين. الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة الصليب الرب المحيي تكونون موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وإلى الأبد. آمين. تناول مبارك. استريحوا جميعا. قداس مبارك وأحد مبارك وتناول مبارك على أطفالنا الحلوين والشطار اللي أبدعوا في هذا القداس
وخلونا نتذكر كلتنا شلون كنا أطفال وذكرونا بهذا اليوم العظيم. فسيادة المطران مار باسيليوس يلدو، أنت غني عن التعريف وعن الشكر، دائما أنت موجود في كنائسنا، نشكرك أنه دائما تجي برحابة الصدر والابتسامة المرسومة على وجهك دائما هالشكل. وأكيد نشكر القائم بأعمال السفارة البابوية اللي زارنا اليوم وكان موجود ويانا في هذا القداس. راح آخذ قد 10 دقائق من وقتكم حتى نوزع التذكارات والهدايا لأطفالنا الحلوين. فأتمنى أنه دائما نشجع أطفالنا هالشكل حتى يكونون مواظبين للتعليم المسيحي، لأنه هاي نتيجة التعليم المسيحي اللي أحب أشكر من خلاله شماس مانويل الإكليريكي اللي راح يصير قسم من كنيستنا كنيسة مارتوما. وهذا أكيد همينا دلالة على أنه الكنيسة مستمرة. راح نشجعهم دائما اللي يكون عنده دعوة هالقد صغيرة للكهنوت يشجع نفسه حتى يصير قسم بالمستقبل مثل شماس مانويل اللي يعلمكم، وانتم راح تعلمون بالمستقبل وجبات التناول. كذلك البنات نشجعكم، شوفوا هاليوم ايش قد حلوين انتم بهاي نفس الراهبات، نشجعكم على الدعوات انه تفكرون دائما في دعوتكم شلون راح تكون بالحياة بالمستقبل القريب. واكيد هذا التشجيع للاب والام يجي بالدرجة الاولى انه تتابعون اطفالكم هالشكل. ما أحب أخركم أكثر، أكيد أشكر ست ساندي أيضا اللي دربتهم على التراتيل، أشكر دانتي عازف جوقة كنيسة البشارة اللي رافقنا اليوم في كنيستنا وعزف من أجل أطفالنا هالتراتيل الحلوة. أحب أشكر الراهبات من مختلف الرهبانيات اللي حضروا ويانا باسم كنيسة مارتوما. ما أطولها عليكم، فقط راح نوزع الهدايا ونصفق بعدين جميعا للأطفال حتى تشجيع لهم حتى دائما هالشكل يكونون مواظبين وملتزمين كنسيا.